سلام كبيدات، كيف راكم دايرين؟ جيت باش نشارك معكم ورق سيدنا موسى، يعني مجفف. تقدروا تجفوه لراسكم في الدار، الاختيار كيبقى لكم. ندوز على بركه الله. كما تلاحظوا هنا عندنا الورق سيدنا موسى بالي، او ورق الغار، كل واحد شنو كيقول لهم بالي. هنا غنحط هاد الورق سيدنا موسى. انا من كنبغي نقلع، واحد النصيحه، من الاحسن تقلعوا القليب ديال الورقه كما تقولوا ديال الشجره د العرش، كتقلعوا القليب يكون هكا خضر باش من كتجفوه كيبقى في اللون ديالو، وكيكون نقيقي ما فيه يعني لا مهرس لا محروق من الجنب لا والو. دابا هنا حطيته يتغسل، غنخليه ينشف على شي فوطه ليله كامله، وغدا ان شاء الله ندوز معكم. كما تشوفوا الكبيدات هنايا الورق راه عندنا نشف، ما بقاش فيه الماء نهائيا. ملي كتفرشوا واحد المالطه ولا منديل كينشف. كما تشوفوا غنمرشوا بهذه الطريقه كامله وندوز معكم. هنا راه كنت مرشت كامل. كناخذ واحد الطبسيل ديال الميكروندا بالي، كنفرش عليه الورق ديال الكوزينه بالي. هذاك الورق الكوزينه علاش كنفرشوه؟ ملي كيبدا يعرق في الميكروندا هذاك الماء اللي غيهبط لتحت كيشربوا الورق باش الورقه كتجي ناشفه. ودابا ندوزو الميكروندا كما تشوفوا، وما نخليش بزاف، ندخلو في الميكروندا وما تفوتوش معاه دقيقه. مره قلبوه، وعندكم ما بين دقيقه حتى 2 دقائق، ولكن من الاحسن مره قلبوه باش الورق ما يتحرقش وينشف ويجي ثاني اللون ديالو باهت. خصو يبقى خضيضر كما هكا. دابا ندوزو الميكروندا وننشفو كامل ونجفو كامل وندوز مع خوتي. كما تلاحظوا كما تشوفوا كيكون خرج على الطريقه هذه بالي. بهذه الطريقه كنكون حصلنا على ورق سيدنا موسى ناشف وكيتقرمش. هنا خديت واحد القرعه يعني معقمه الدجاج، غنعمروا بهذه الطريقه هذه. وحاولوا ما تكونوش في الورقه، يعني فاسمحوا لي في القرعه ما توركوش على الورقه بزاف حيت معنا ناشفه باش ما تهرش، باش تبقى الورقه صحيحه. باش ما تبغوا طيبوا الدجاج ولا شي حاجه تحتاجوه يعني في الماكله، كتبقى الورقه يعني كما حطيتوها. هما هادو كما تشوفوا درت 2 قريعات هنايا. انا ضيجه عندي، انا بغيت غير نشاركو معكم ونوريكم الطريقه سهله وخفيفه. واللي ما عندوش الميكروندا من تخبزوه في الفران وتساليه، وحتى تطفيو الفران دوزوه في اللاطه وقلبوه في البلاصه وحيدوه. انتم عندكم واجد، وشكرا.